كلنا عارفين إن نجيب ساويرس ما بيهزرش، خصوصاً في البيزنس والفلوس. ده غير إنه بيحب محمود كهربا، وهو أكتر واحد شجعه يروح الأهلي. وكلنا عارفين إنه أثناء أزمة كهربا مع الزمالك عمنا ساويرس ساهم بفلوس في الغرامة اللي دفعها كهربا، وكهربا شكره في تويتر على حسابه الرسمي بتويتر وقال له ربنا ما يحرمني منك يا غالي، ومش هنسى موقفك الكريم ده طول عمري. المفاجأة بقى إن ساويرس امبارح بعت رسالة لكهربا وقال له حبيبي يا كهربا، كله إلا دموعك أنت، تعال العب معانا في زد وأنا هسدد لك كل ديونك للزمالك، وهتاخد راتب في أقولة، واحتمال تروح أوروبا وتلعب في نادي استون فيلا. المعروف ان كهربا اعترض على انه يروح زد ولو حتى على سبيل الاعاره، وكهربا مصمم انه مش هيسيب الاهلي، ولو ساب الاهلي يبقى هيلعب بره مصر. كهربا ما عندوش مشكله مع الاهلي ككيان وكمجلس اداره، كهربا مشكلته مع كولر اللي ابلغ الاداره بانه مستغني عن خدماته كلاعب في الاهلي. فهل كهربا يعيد حساباته بعد رساله نجيب ساويرس، ولا هيفضل برضه مصمم على رايه انه مش هيلعب في مصر غير للاهلي؟ وهل الخطيب هيسيب كهربا فريسه سهله لكولر وهيضحي باللاعب اللي انقذ الاهلي الموسم الماضي وكان هداف الفريق عن جدارة؟ طيب الأيام الجاية هتجاوب لنا على كل الأسئلة دي، بس المعروف إن جماهير الأهلي لسه شايله الجميل لكهربا وبتطالب بعدم رحيله، وبتقول لكولر حرام عليك. عموما الكورة حاليا في ملعب الخطيب ومجلس الإدارة، وبصراحة ربنا يكون في عونك يا كهروب.